ال FTTH ده يا جدعان مش مستقر خالص. في فيديو النهارده حابب اتكلم معاك عن الخدمه الجديده ال FTTH اللي وي اطلقتها وبتبتدي دلوقتي تبدلها في مدن وبيوت كتير قوي بدل خدمه ال DSL. وخدمه ال FTTH هي مش جديده، بس هي جديده عندنا في مصر، واللي هي اختصار لكلمه فايبر تو ذا هوم. وحابين نستعرض مع بعض كده النهارده ال ONT او الراوتر بتاعهم الجديد، وعايز اديلك فيدباك مفصل عن تجربتي مع خدمه ال FTTH عندي هنا في البيت. فمن غير كلام كتير، معاكم محمد أبو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. تعالوا بقى نتعرف على الجهاز او ال ONT اللي انت عن طريقه بتقدر تستقبل الانترنت بتاعك عن طريق كابلات الفايبر. يا جماعه ده ما اسموش راوتر، اسمه ONT، و ONT ده اختصار لكلمه اوبتيكال نتورك تيرمينال، وهو عباره عن حاجه شبه الراوتر ولكن هو مش راوتر فعلي، مش زي الراوتر ال DSL. تعالوا بقى نتعرف عليه مع بعض، لان ال ONT ده سعره غالي شويه، تقريبا 3500 جنيه بس، وي طبعا بتقدمه لك قسط 50 جنيه في الشهر، او بيبقوا 57 جنيه بالضريبه. اول حاجه بنقابلها هو ال ONT نفسه، خليه على جنب كده. تعالوا نشوف ايه المحتويات بتاعه العلبه. عندنا طبعا الورق اللي ما بيتقريش الطبيعي. عندنا اول حاجه بتقابلنا في البوكس وهي اللان كيبل، او الكابل اللي انت بيخليك توصل ال ONT او الراوتر بتاعك بالكمبيوتر. كابل بصراحه خاماته يعني تعبانه جدا، خليه على جنب هنا. وعندنا طبعا كابل التليفون الارضي، الكابل العادي خالص بتاع التليفون الارضي، لان انت ما بيبقاش بقى عندك اللي هو النظام القديم بتاع الادابتر اللي هو بتخرج منه سلكين وكده، لا انت بتوصل التليفون الارضي من ال ONT على طول، واوريك ازاي. وطبعا عندنا الباور ادابتر بتاع ال ONT او بتاع الراوتر، واللي طبعا بيديله كهرباء، اللي بيخليك توصل ال ONT بالكهرباء. تحت بقى الدرج ده عندنا هنا حاجة مهمة جدا، وهي كيبل بتاع فايبر جلاس، او كابل الياف ضوئيه حقيقي زي اللي بيبقى راكب عندك في البوكس ده، بسبب ان في ناس لما بيجي لهم الاو ان تي ده بيبقوا موصلين في او ان تي تاني. ويا جماعه الكابل ده انا عايز اقول لك، بص بيبقى عليه حاجه كده عامله زي البلاستيك علشان تحميه، لان ده عباره عن ازاز فعلي، لو جه جواه تراب انسى بقى ان الكابل ده انه يشتغل تاني خلاص. ده منظره كده، وعايزك تتعامل بحذر مع كابلات الاو ان تي، لان الكابل ده لو اتنى هيتكسر وانسى ان هو يشتغل، فلازم تعامله بحذر. وهتلاحظ هم رابطينه بطريقه معينه، ولازم تشيله في مكان امن علشان طبعا ما يبص منه. ونروح للاو ان تي نفسه بقى بتاع وي، واللي هو هنا شبه اي راوتر دي اس ال عادي خالص، عليه اللوجو بتاع وي هنا من قدام. خليني بس من ورا في حاجه مهمه انا عايز اوريها لك، ده المدخل بتاع الفايبر، ده مدخل السلك بتاع الفايبر بيركب من هنا، بس هم حاطين حته البتاع البلاستيك دي عشان ما يخشش جوه تراب، فخلينا قافلينه كده كويس. طبعا عندك اتنين انتنه كبار قوي طوال، وعايز اقول لك يا جماعه الاو ان تي ده المدى بتاعه ممتاز جدا جدا بصراحه، وما بخلوش في البراند بتاع الاو ان تي ده، وهم جايبينه فعليا من هواوي عادي خالص. طيب زي ما شفنا المدخل اللي هنا بتاع الجلاس اللي هو بتاع السلك بتاع الالياف الضوئيه بيركب هنا. عندك بقى من الناحيه دي في كل المخارج الاساسيه اللي انت محتاجها. مبدئيا عندك زرار الاون والاوف، وكابل الباور بتاع الكهرباء يو اس بي لو عايز توصل يو اس بي عليه، وده مخرج التليفون الارضي عادي خالص، واربع مخارج لان بورتس علشان توصل بالكمبيوتر او باللابتوب بتاعك. وطبعا ده بيخرج واي فاي عادي خالص زيه زي اي راوتر طبيعي. وبس كده، ده اللي انت كنت محتاج تعرفه عن الراوتر ده. تعالوا بقى نروح نشوف مميزاته وعيوبه. بص على السريع كده، لازم اللمض دي تبقى اساسيه ومنوره معاك لو انت موصل كل الوصلات اللي انا موصلها، اللي هي وصله الباور والسلك بتاع الفايبر ووصله التليفون الارضي. فبتلاقي في الاو ان تي لمبه الباور طبعا منوره لان احنا موصلين كابل الباور. لمبه البي او ان دي لازم تبقى برده منوره وثابته، معناها ان النت شغال. لو النت في قاطع او في مشكله بتلاقي لمبه ال او اس اللي جنبها هي اللي منوره. وبعدين عندك اللمبه بتاعه التليفون ولمبه الدبليو لان طبعا منورين، معناها ان الواي فاي شغال وكمان التليفون الارضي شغال. طيب زي ما شفت الانبوكسنج كده، الاو ان تي بتاعهم جميل جدا بصراحه، والتغطيه بتاعه الشبكه بتاعته كويسه ومليل البيت كله. يعني انا في الدي اس ال كنت بعاني شويه بصراحه، التغطيه بتاعته كانت ضعيفه، وكنت جايب له اكستندر هتلاقيه عندك في الاي اللي فوق، لكن الاو ان تي ده عندي مغطي البيت كله من حيث تغطيه الشبكه. طيب علشان اكون صريح معاك بقى، الاف تي تي اتش ده نصبايا وحشه قوي وهتزعلك. خليني اقول لك السبب. انا الحمد لله الدي اس ال عندي كان مستقر، السرعات عندي دايما 30 ل 35 ميجا ثابته، مفيش اي وقت
السرعه فيه بتعمل دروب او بتنزل، ولكن انا المشكله عندي كانت في الابلود عندي كان ماكسيمم 5 ميجا. الشركه عندي جت وعملت البوكس للعماره بتاعتي كلها، وبتاخد وصله كده بتحطها في كل دور، بيبقى فيه بوكس اسود صغير كده، ولما انت بتقدم على الاف تي تي اتش بياخدوا وصله من دي يدخلوها لك عندك جوه البيت، هي دي الوصله او الكابل بتاع الاف تي تي اتش او الكابل الفايبر اللي انت بتركبه جوه الاو ان تي. بعتوا لي مسج قالوا لي ان احنا هنغير لك الخدمه عندك من دي اس ال لاف تي تي اتش، وانا قلت لهم تمام على اساس ان السرعه هتبقى كويسه. ركبوه لي واشتغل عندي. انا بقالي تقريبا بتاع مثلا اسبوعين 3 مشغله وبجربه. عشان اكون صريح معاك، هو في ميزه جامده قوي وهي الابلود بيوصل ل 20 و30 وساعات 40 ميجا، واللي هو حاجه قويه قوي لو انت بتعمل مثلا لايف ستريم على فيسبوك او على يوتيوب او على تيك توك او على اي ابلكيشن، او لو كنت زي كده بتحاول ترفع فيديوهات كتير على يوتيوب. ففكره الابلود السريع اللي هو 40 او 30 ميجا ده هيخليك ترفع الفيديو حرفيا برفعه في 9 دقائق، فيديو تقريبا 1 جيجا، بدل ما كنت برفعه مع الدي اس ال في حوالي ساعه وربع. ومن ضمن المميزات بتاعت الاف تي تي اتش ان هو لو البوكس ركب عندك في العماره زي ما هو راكب عندي كده، فانت لو واخد شقه مثلا في مكان جديد ولقيت عندك بوكس اف تي تي اتش في البيت، فلما تيجي تقدم على النت عندك هيركب حرفيا في خلال 3 4 ايام، مش زي زمان بقى مع الدي اس ال كنت بتستنى البوكس اللي في الشارع ده يفضى مكان او يفضى بورت عشان الراجل يجي يوصل لك وهكذا. ده بالنسبه للمميزات. طيب العيوب هنا فين بقى؟ الراوتر الجديد ده او الاو ان تي الجديد ده غالي قوي، 3000 ونص، كتير جدا. انا عارف هي تكنولوجي جديده وطبيعي تبقى سعرها غالي، بس انا اوريدي كنت بقسط راوتر قديم اللي هو بتاع الدي اس ال الاسود الكبير اللي هو دوت، فما تجيش تجبرني ان اقسط راوتر تاني. قالوا في الاول ان هو هيبقى التبديل بتاعه ببلاش، وبعدين لما كلموني قالوا لي لا يا فندم، الراوتر القديم اللي انت كنت مقسطه ب 1000 ونص، الجديد ب 3 ونص، فانت بقى عليك 2000 تقسطه. فادي حاجه مش عجباني، هي فكره الراوترات دي يا ريت يا وي تشيلوها، تشيلوا الفلوس، يبقى اللي كان معاه راوتر قديم ياخد الجديد ببلاش، مش محتاج ان هو يقسطه، وممكن يسلمكم القديم عادي ما فيهوش مشكله، مع ان المفروض ان القديم ده بتاعه هو دافع فلوسه. العيب بقى التاني بالنسبه لي الرخم بصراحه واللي مضايقني قوي، وهو فكره الاستابيليتي او الاستقرار بتاع النت. الاف تي تي اتش ده يا جدعان مش مستقر خالص. يعني يبقى انت مثلا لسه عامل سبيد تيست والسرعه عندك 30 وزي الفل، تيجي مثلا تعمل داونلود لاي حاجه، هتلاقي الداونلود طالع نازل طالع نازل، السرعه بتطلع ل 30 وتروح نازله ل 18 وبعدين تروح نازله ل 2 وتطلع ل 16، مفيش اي ثبات ولا استقرار. انا كنت فاكر ان المشكله دي عندي في اول كام يوم علشان لسه الخدمه عندي جديده، وكلمتهم وقالوا لي احنا فعلنا لك الخط تاني وقصص كده عملوها، بس ستيل برضه لسه عندي نفس المشاكل، وكلمتهم كذا مره عندي لسه نفس المشاكل. ومش هعتقد ان في مشكله في الخط، لان ده مش زي الدي اس ال اللي هو النحاس بقى والاسلاك تتاثر بالاشاره، او لو في سلك كهرباء جنبها بيتاثر. لا، الاف تي تي اتش او الفايبر ما بيتاثرش بالحاجات ديت، لان هو بينقل النت عن طريق الياف الضوء، فالمفروض الخدمه تبقى مستقره. فلما باجي اتفرج مثلا على اي فيديو مثلا على واتشت او شاهد او اي منصه من منصات او على يوتيوب او كده، الفيديو يشتغل مثلا ربع ساعه وبعدين الاقيه في علامه اللود ديت، والاقيه عمال يقطع، والاقيه بيقلل لي الكواليتي مثلا ل 240 وبعدين يرجع يقلل الكواليتي 720 بعدين 1080. فالانترنت بصراحه مش مستقر خالص مع خدمه الاف تي تي اتش. فخلينا ادي لك الخلاصه، لو انت مش محتاج تستفيد من الاف تي تي اتش في سرعه ابلود، يعني انت مش محتاج الابلود العالي بتاعه، فخليك مع الدي اس ال وامورك هتبقى زي الفل. الا اذا كان عندك اصلا اوريدي مشكله في الدي اس ال، فحول على اف تي تي اتش وخلاص. وبس كده، دي كانت كل حاجه انا عايز اقولها لكم عن الاو ان تي بتاع ويك جديد وخدمه الاف تي تي اتش في مصر. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.